تفاصيل وفاة الفنان لطفي لبيب وطبيعة المرض الذي كان يعاني منه ومحطات من حياته. توفي اليوم 30 من يوليو لعام 2025 الفنان لطفي لبيب عن عمر 78 عاما. كان الفنان لطفي لبيب قد عانى من أزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى والعناية المركزة يوم 13 من يوليو لعام 2025، ولكن بعد أيام قليلة تحسنت حالته وخرج من المستشفى يوم 17 من يوليو ورجع إلى منزله. ولكن بالأمس الثلاثاء عانى من نزيف حاد بالحنجرة أدى إلى التهاب رئوي شديد، وتم حجزه مرة أخرى بالعناية المركزة وفقد الوعي لتتدهور حالته اليوم ويفارق الحياة. الفنان لطفي لبيب من مواليد بني سويف لعام 1947، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970 ومن زملائه محمد صبحي ونبيل الحلفاوي. شارك لطفي لبيب في حرب أكتوبر وكان من الجنود الذين عبروا خط بارليف. سافر بعد الحرب إلى الإمارات وعمل هناك لفترة، ورجع عام 1981 لمصر ليبدأ مسيرته الفنية التي قدم فيها حوالي 400 عمل فني حتى عام 2025. الفنان لطفي لبيب كان متزوج من خارج الوسط الفني ولديه 3 بنات و4 أحفاد.